أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة الروندو. معكم عبد الصمد، فيديو جديد. ما تنساوش لايك واشتراك في القناة ويلا نبداو. التصريح ديالو لمراسل الجامعة الملكية لكرة القدم وليد الركراكي ركز على 3 ديال النقاط مهمين وهم كالتالي. أولا، قال أن الجامعة وفرت لهم جميع الإمكانيات الممكنة وأنهم في وضع جيد على المستوى اللوجستيكي والنفسي. وليد الركراكي حاول أنه يطمئن الجمهور من ناحية ديال الجانب البدني ديال اللاعبين. قال أنهم على دراية تامة بالجو ديال دولة ساحل العاج، خصوصا أنهم كيلعبوا في مدينة ساحلية درجة الحرارة مرتفعة والرطوبة عالية جدا. كما كتعرفوا فالرطوبة العالية كتخليك تشعر باختناق وكدير إجهاد بدني كبير. أخيرا وليس آخرا، وليد الركراكي طلب من الجمهور المغربي الدعم والمساندة على أرض الميدان وطلب منهم الحضور بكثافة إلى الكوت ديفوار. كما كتعرفوا فالعامل ديال الجمهور مهم جدا، ولنا في المونديال خير دليل على أن الجمهور المغربي قادر أنه يخلق الفارق في مباريات المنتخب الوطني. بالنسبة لمباراة سيراليون، من خلال مشاهدتي للتشكيلة اللي لعب بها وليد الركراكي قلت في نفسي أن وليد كيطبق المقولة المشهورة never change a winning team، للمعنى ديالها لا تغير فريقا فائزا، أي أن وليد الركراكي غادي يلعب تقريبا بنفس الأسماء اللي شارك بهم في كأس العالم. فمثلا لعب سفيان بوفال كأساسي رغم أنه غير جاهز بدنيا، عوض عبد الصمد الزلزولي اللي كلنا عارفين أنه عنده الجاهزية البدنية. كذلك بالنسبة لثلاثي الوسط أملاح وناحي وأمرابط اللي كانوا قطعة أساسية في المونديال، وما زال الركراكي كيصر عليهم رغم المشاكل اللي كان عندهم بثلاثه. وناحي تراجع المستوى، املاح الاصابه، والمشاكل اللي كنا عارفينهم عند امرابط مانشستر يونايتد. اخر حاجه بغيت نتكلم عليها في هذا الخصوص وهي مشاركه شادي رياض اللي كان قادر انه يقنع وليد باش يشارك اساسي عوض غانم سايس المصاب ويفضلوا على صاحب التجربه الكبيره يونس عبد الحميد. اما بالنسبه للتصريح ديال توخيل مدرب بايرن ميونخ اللي كان رساله موجهه الى وليد الركراكي بخصوص نصير مزراوي، مفادها انه من الاحسن ما يلعبش المباراتين الاولتين خوفا من تفاقم الاصابه. هذا التصريح هذا خدا اكثر من الحجم ديالو وكانوا بزاف تاع التاويلات اللي غلطه. اللي متبع كره مزيان عارف ان ديما كيكون المشاكل ما بين المنتخب والانديه خصوص اللاعبين، خصوصا انه في وسط الموسم كتكون الانديه محتاجه بزاف للاعبين ديالها، وهذا بالنسبه لي كان تصريح عادي جدا. وهذه القضيه هذه كتوقع كل عام بالنسبه للاعبين الدوليين. النادي ما من حقوش يحرم اي لاعب من المشاركه مع المنتخب الوطني، ولكن من حقه انه يراقب اللاعب في حاله اذا كان اللاعب مصاب. اضافه الى ذلك فالتصريح ديال توخيل بين ان اللاعب مهم بالنسبه ليه. غادي ننتقلوا ونتكلموا على انتقالات اللاعبين المغاربه، وغادي نبداو باول خبر اللي يهم امير ريتشاردسون. صحفي في قناه RMC الفرنسيه كان قال عليه ان هناك اهتمام من نادي رين الفرنسي. النادي الفرنسي اللي كيحتل المركز العاشر في الدوري الفرنسي كيبحث على البديل ديال نيمانيا ماتيتش اللي قيل انه يريد مغادره نادي رين في الفتره الحاليه. الوضعيه ديال فريق ريتشاردسون حاليا على مستوى ترتيب الدوري الفرنسي افضل من نادي رين، ولكن نادي رين عنده تجربه على المستوى الاوروبي وتقريبا كل عام كيشارك في اليوروبا ليغ، وهذا العامل هذا مهم جدا خصوصا للاعبين الواعدين اللي من الافضل انهم يقلبوا على بيئه تساعدهم على التطور. اما بالنسبه للاخبار اللي كتربط نايف اكرد باريس سان جيرمان فعندها مصدر واحد وهو مجله ليكيب الفرنسيه، وما كان حتى شي تاكيد من الجانب الانجليزي، وما عرفناش واش هو خبر حقيقي ولا غير اشاعه اللي عندها مصدر واحد. وبالنسبه لي انا من الاحسن انه يبقى في الدوري الانجليزي لانه فيه تنافسيه عاليه، عنده جمهور كبير والدوري عليه الاضواء. احنا بطبيعه الحال كنتكلموا على الدوري الافضل في العالم. كنشكر اي واحد وصل حتى لاخر الفيديو. ما تنساش تدعمنا بشي تعليق زوين، لايك للفيديو واشتراك في القناه. شكرا لكم والى اللقاء.